يا سلام عليه بقى مع كوباية شاي بلبن الصبح كده على الفطار. تعالوا النهارده نعمل البريوش بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، ومكونات برضه موجودة عندِك في البيت. بُصّوا عامل إزاي العجينة خطيرة، اعملوا لايك وشير ويالّا بينا على الطريقة والمقادير. بسم الله، أول حاجة معايا كوباية من الحليب، تِلت كوباية من السكر، ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة baking powder، بيضة، فانيليا ورشة ملح، ومعلقة كبيرة من الخل، وأقلّب الكلام ده كله كويس جدًا وانزل بيه نُص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات كبار، واعجن العجينة بتاعتي كويس جدًا، وباحب أضيف كده معلقة من السمنة زي ما أنتم شايفين، تمام. بعد كده بقى إيه، آخد العجينة بتاعتي أسيبها تخمر، وبعد كده آخدها بقى أقطّعها كده بالشكل ده على الرخامة الكِوَر، على حسب بقى الحجم اللي أنا عاوزاه، وبعد كده أبدأ بقى في الشغل، آخد العجينة بتاعتي أفردها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين بإيديّا ولا أنشّفها ولا أي حاجة، وبعد كده ألمّها رول وابتدي أفردها لحد ما يبقى الرول طويل بالشكل ده، وألفه حوالين نفسه، ما فيش أسهل من كده. بُصّوا سهلة خالص. وأجيب آخر طرف أحطه من تحت، معايا الصينية بتاعتي مدهونة بالزيت، وأحط عليها الفطيرة بتاعتي أو البريوش بتاعي. بعد كده باعمل برضه واحدة تانية بنفس الطريقة أهو، أفضل أعملها رول لحد ما يبقى الرول كبير أوي بالشكل ده، عشان ألفه حوالين نفسه بالشكل ده. لحد ما باخلّص الكمية بالشكل ده، باسيبهم يخمروا حوالي 10 دقايق، وبعد كده باجيب بقى بيضة كده عليها فانيليا وأدهن الوش بالشكل ده وأرُشّه بالسكر والسمسم، براحتك بقى عايزة ترُشّي سكر بس، سمسم بس، مش عايزة ترُشّي حاجة زي ما أنتِ حابة. بعد كده بادخّله الفرن بقى على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني لحد ما يستوي وياخد لون كده، لو ما خدش لون من فوق باطفّي الشواية باطفّي تحت واشغّل الشواية ياخد لون من فوق. بس كده زي ما أنتم شايفين أول ما بيخرج من الفرن باغطّيه بفوطة مطبخ نضيفة وبألف هنا وشفا.